السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية أترحم على ضحايا فيضانات طاطا والجنوب الشرقي، وأقدم تعازي الحارة للعائلات المنكوبة جراء هذا الحادث الأليم. وأوجه بالمناسبة نداء إلى مغاربة العالم أينما كانوا لنقف صفا واحدا ولنتضامن مع العائلات المنكوبة التي فقدت منازلها، فقدت ماشيتها، فقدت أعز ما عندها. هذه العملية التضامنية اللي سنقوم بالتنسيق على المستوى الأوروبي، ونقطع الباب الفرص على كل مسترزق الذي يسترزق من آهات وآلام ومصائب الناس. بغينا تكون حملة تضامنية حقيقية ديال مغاربة العالم مع المنكوبين في كل من طاطا والمغرب الشرقي الجنوبي. ما بغيناش نركبوا على الضحايا، ما بغيناش نتصوروا مع ما جمعناه للتضامن مع هذه الساكنة. الساكنة الآن في حاجة إلى اللباس، إلى الأغطية، إلى الخيام، إلى الأدوية، إلى عدد كبير من الضروريات. ما نخليوش المجال مفتوح اللي تيسترزقوا من هذه المساعدات ومن هذه الحملات التضامنية. بغينا التضامن الحقيقي، وبغينا الناس اللي عندهم النية الحسنة، الناس اللي تخافوا من الله. بغينا الناس اللي تتقدر الأوجاع ديال الآخرين. بغينا ناس فيهم الإنسانية، فيهم كل أخلاق ديال التضامن. ما عندنا ما نديرو بهذوك اللي تيسترزقوا من الحملات التضامنية، لأنه لا يعقل أنك تجمع الفلوس ولا الحوايج ولا التغذية ولا الأغطية وتسرقها. اش من ضمير عندك؟ وش من إنسان أنت؟ اش من إنسان؟ تنوجه هذا النداء لكل مغربيات ومغاربة العالم باش أننا نوقف مع الساكنة التي تنتمي إلى المغرب الغير النافع، التي تنتمي إلى مغرب آخر. في الوقت اللي تنتكلموا على الدولة الاجتماعية، أين هي الدولة الاجتماعية؟ تنتكلموا فينا هو داك التقرير ديال اللجنة ديال بن موسى، وللحديث بقية. فرحمة على كل الضحايا اللي قضوا نحبهم في هاد الكارثة، ومزيدا
من الصبر للعائلات، وما بغيناش نطيحوا في ما وقع بزلزال الحوز اللي مازال الضحايا الآن تسكنوا في الخيام في الجبال رغم مرور سنة على الزلزال. إذن يد الله مع الجماعة، والتضامن من شيم مغاربة العالم.